ده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده الشوفان بعد ما استوى اهو. ده عليه كمية بسيطة كده من السمن البلدي. طبعا احنا لو بنعمل دايت كمان ما ينفعش ان احنا نستغنى عن الدهون المفيدة. فالسمن البلدي يا جماعة كويسة جدا. انت بتحطي كمية بسيطة خالص بتدي معاكي طعم. لو مش حابة خالص خلاص على نفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. دي وصفة سهلة ومغذية وفي نفس الوقت تنفع معانا للدايت وتنفع كمان للأطفال. وبالنسبة للناس اللي بتحب تاكل أكل صحي دي كانت وصفة سهلة معانا. ان شاء الله دي كانت وصفتنا النهاردة. بتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهنبدأ ان شاء الله مع بعض ننزل كمان وصفات احلى واحلى للدايت. خليكم معانا وتابعوني وشجعوني، ويا ريت ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس يا جماعة لو اول مرة تشوفي قناتي، وتشتركي في القناة. وبشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جربي وصفتي. وقبل ما ابدأ الفيديو معاكم يا حبايب قلبي بحب اشكر اخواتي واصحابي اللي بيساندوني وبيساعدوني، وان شاء الله باذن الله نكبر مع بعض ان شاء الله. هنبدأ النهاردة يا حبايب قلبي نعمل مع بعض سلسلة من وصفات اكلات الاكلات الصحية او اكلات الدايت. احنا طبعا بقالنا فترة بنعمل الاكلات كلها دسمة. هنبدأ بقى ان احنا نظبط معانا الاكل، لان طبعا كلنا من قعدة البيت اوزاننا بدأت تزيد. فهنبدأ نعمل مع بعض اكلات صحية واكلات كمان للدايت، وهنغير معنى الدايت وشكله. الدايت مش مجرد ان انت تاكل اكل عديم الطعم واكل مسلوق وبس، لا هنعمل وصفات ان شاء الله تكون صحية وتكون قيمتها الغذائية عالية وطعمها كويس، وفي نفس الوقت تكون سعراتها الحرارية قليلة. هنبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي، من اهم الحاجات اللي قيمتها غذائيه عاليه وكويسه جدا في الدايت او من الاكلات الصحيه ومغذيه كمان للاطفال، ده معانا شوفان يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. ده الشوفان اللي هو الحب، مش المجروش او سريع الذوبان، لا ده اللي هو الحبه الكامله زي ما انتم شايفينه كده. هنبدا نعمل مع بعض وصفه بالشوفان تنفع معانا فطار وتنفع معانا عشاء، وكمان كويسه وقيمتها الغذائيه حلوه جدا للاطفال. وهنبدا نحط عليها مكونات تخلي معانا الوصفة تنفع معانا للدايت وتكون سهلة خالص. معانا مكوناتنا زي ما احنا شايفين كمية كده من الشوفان على حسب عدد الافراد اللي هياكلوا معاكي. ومعانا كمان زبيب وجوز الهند دولا علشان ينكهوا معانا الطعم، وفي نفس الوقت بيزيدوا القيمة الغذائية. بصوا يا حبايب قلبي، هنبدأ كده زي ما احنا قلنا. هنحلي معانا بعسل نحل. طبعا العسل النحل او العسل الابيض ده يا جماعه سعراته الحراريه بتكون اقل كتير من السكر. وطبعا يكون عسل نوعه كويس وفيه قيمه غذائيه عاليه. ويا جماعه ومعانا كمان حليب اهو. مبدئيا كده لازم نعرف ان احنا علشان نعمل دايت كويس ويبدأ يجيب معانا نتيجة بأقرب فرصة وفي أقرب وقت، ان احنا نبعد خالص عن السكر الأبيض وعن الدقيق الأبيض، وان احنا ما نزودش الملح معانا في الأكل يا جماعة. الموالح او المخللات والحاجات المملحة دي بتزود الوزن لانها بتحبس سوائل في الجسم. فاحنا لازم نعرف معانا مبدئيا ايه اللي نقدر ان احنا نمشي عليه، والبدايل اللي احنا نقدر نستخدمها علشان خاطر وزننا يبقى مناسب وما نزيدش في الوزن يا جماعه. في اكلات كتيره تقدري تستغني بيها عن الدقيق الابيض وتستغني بيها عن السكر الابيض وكمان عن الموالح. فانت ممكن تغيري في طريقه الاكل ويطلع الاكل معاكي مظبوط وطعمه كويس، ومش اكل دايت يضايقك، لا اكل طبيعي من اللي احنا بناكله، بس بنغير في المكونات اللي بتزود معانا في الوزن. هنبدأ كده النهاردة نعمل نسمي الله ونعمل مع بعض شوفان. دي أول حلقاتنا. احنا عملنا قبل كده مع بعض فطاير صحية للدايت بالدقيق الحبة الكاملة. يا ريت تشوفوا الفيديو على القناة. هنبدأ. بصوا يا حبايب قلبي كده معانا اللبن غلي على النار اهو. هبدأ أنزل بالشوفان بسم الله. أنا قلت كمية الشوفان على حسب الأفراد اللي هياكلوا معاكي اهو. زي ما انتم شايفين كده اللبن بيغلي. ببدأ ان انا اسيب الشوفان يغلي معايا كده في اللبن اهو. طبعا يا جماعة الشوفان لما بيستوي بيبدأ يزيد معايا. ده الشوفان الحبة الكاملة بياخد وقت في التسوية عن الشوفان اللي هو سريع التحضير يا جماعة.
فزي ما انتوا شايفين كده هبدأ اسيبه معايا يغلي على النار اهو، وهبدأ ان انا احلي بعسل النحل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا عايزين وصفة للدايت اهو. هقلب معايا وهسيب الشوفان معايا يغلي لحد لما يستوي. هو بيستوي في حدود 5 دقايق. هنبدأ بقى نشوف هنعمل فيه ايه تاني، خليكم معايا. كده بعد ما غلي معانا بنبدأ ننزل معانا بجوز الهند والزبيب وهنقلبه وهنغطي عليه ونسيبه لمدة 5 دقايق. هنطفي على النار ونغطي عليه ونسيبه ونقدمه ونشوف هنقدمه ازاي، خليكم معايا. ده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده الشوفان بعد ما استوى اهو. ده عليه كمية بسيطة كده من السمن البلدي. طبعا احنا لو بنعمل دايت كمان ما ينفعش ان احنا نستغنى عن الدهون المفيدة. فالسمن البلدي يا جماعة كويسة جدا. انت بتحطي كمية بسيطة خالص بتدي معاكي طعم. لو مش حابة خالص خلاص على نفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده. دي وصفة سهلة ومغذية وفي نفس الوقت تنفع معانا للدايت وتنفع كمان للأطفال. وبالنسبة للناس اللي بتحب تاكل أكل صحي دي كانت وصفة سهلة معانا. ان شاء الله دي كانت وصفتنا النهاردة. بتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهنبدأ ان شاء الله مع بعض ننزل كمان وصفات احلى واحلى للدايت. خليكم معانا وتابعوني وشجعوني، ويا ريت ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس يا جماعة لو اول مرة تشوفي قناتي، وتشتركي في القناة. وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.